السلام عليكم، مرحبا بكم، تحياتي إليكم جميعا إخواني. إخواني، هذا هو ملعب تيزي وزو، والجزائر أنجزت 3 ملاعب أخرى بالإضافة إلى هذا الملعب، وهو ملعب براقي وملعب دويرة وملعب وهران، بالإضافة إلى التهيئة الإضافية لملعبي قسنطينة وملعب عنابة. بهذه المناسبة راح نتكلموا على إيداع ملف احتضان الجزائر لكأس إفريقيا 2025 لدى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. بعض الصحفيين وبعض الجهات في الجزائر دير ضغط على الشعب الجزائري وعلى الدولة الجزائرية حول التركيز أو إلزامية احتضان هذه الكأس الإفريقية، واعتبار النجاح في احتضان الكأس الإفريقية هو انتصار، وعدم النجاح هو انهزام. على حساب رأيي إخواني، أن احتضان الكأس الإفريقية في الجزائر ليست فيه فائدة، أو لا يكون عندنا فوائد من الناحية السياسية، من الناحية التجارية، ومن الناحية الثقافية أو الاجتماعية. أنا في بالي وزارة الشبيبة والرياضة أو المسؤولين على الدولة أن هذه الأموال التي ستصرف على كأس إفريقيا يصرفوها على الشباب والبناء أكاديميات، ويصرفوا الأموال من أجل تكوين شباب وتكوين منتخب وطني قوي في السنوات القادمة، خير من أو أحسن من تنظيم كأس إفريقيا. هذا على حسب رأيي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.